الأستاذ أحمد عبد الحكيم المحترم حبيب الغالي، أمين أمانة العضوية بمركز إسنا بحزب مستقبل وطن. أهلا بيك، نورتنا في برنامجنا المتواضع أخلاق بلدنا. إيه رأي حضرتك في الخطوة اللي خدها علاء أبو الريش بخصوص اعتزاله الفن وافتتاح برنامج أخلاق بلدنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الخطوة اللي خطاها الأستاذ علاء يعني خطوة يعني متأخرة شوية، يعني لازم أقول لك إن خطوة متأخرة لكن جات في وقتها، وطالما أنت يعني بديت بيها وعجلت فيعني خطوة كويسة وخطوة محترمة وخطوة جريئة من حد محترم. وحتى يعني الأستاذ علاء يعني حتى لما كان في الفن هو برضه يعني أخلاقه يعني عالية وحد محترم احنا نعرفه تمام. وهي كانت خطوة الفن اللي هو طلع في حاجة زي كده ولقي نفسه، لكن رجع. طالما رجع وخلاص وخلاص اللي مش هيرجع لها تاني واتخذ الخطوة الأفضل، فدي حاجة محترمة من شاب محترم، شاب خدوم، شاب عنده جمعية خيرية وبيخدم الناس ومش بيقصر مع حد، وراجل يعني بنلاقيه في فرحنا وفي أحزاننا وفي واجباتنا بنلاقيه من قدام معانا، بيشاركنا كل حاجة. واحنا يعني طالما ذكرت حزب مستقبل وطن، يعني احنا يعني بنرحب بالشباب المثقف الواعي اللي زي حضرتك وبندعم الشباب، وحزبنا مفتوح للجميع في اي وقت وبيدعم اي افكار الشباب، واحنا البرنامج بتاعك بندعمه واحنا معاك في اي حاجه ولا غالبا. واحنا يعني من الناس الداعمه ليك ومن الداعمه للبرنامج بتاع حضرتك، وان شاء الله يبقى برنامج ناجح. وان شاء الله الفتره الجايه يعني زي ما حضرتك قلت الدكتور سيد وده راجل قيمه وقامه وعالم من علماء الازهر الشريف، وبرضه الشيخ محمد ياسين حكومه راجل من وعاظ الازهر الشريف وراجل من بيت طيب ومعدن طيب وراجل قيمه وقامه عاليه عندنا. ان شاء الله الفتره الجايه يعني تجيب الافضل الافضل، وباذن الله يعني تشكل في برنامجك برضه يعني حد من الازهر، حد من العلماء، ممكن تجيب حد برضه في كل طبقات المجتمع تجيب فيها حد، وممكن تجيب يعني برضه عايزك تعمل حركه حلوه ان شاء الله تجيب حد في الكنيسه برضه، لان احنا بنعتبر احنا وطن واحد وشعب واحد وبنعيش في بلد واحده، هي بلدنا الحبيبه مصر، وتحيا مصر وعاشت مصر، وان شاء الله مصر ام الدنيا وكد الدنيا. شكرا لك استاذ علاء.